الله الله على الجمال. مطلوب مني ان انا اعمل الفراخ بطريقة حلوة وكمان ما تكونش زفرة، والبنات اللي طلبوا مني طريقة حلوة لتنظيف الفراخ وكمان على طول هتنضفيها وهحط لك لها مكونات حلوة قوي، مش هتبقى زفرة معاكي وهتبقى حلوة وهتبقى ريحتها جميلة معاكي، وتنقعيها فيها كمان الخلطة الجميلة السحرية اللي احنا عاملينها للفراخ. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. النهارده يا حبايبي انا عندي فرختين بلدي مش بيضه، وفي فراخ بتبقى بلدي عتائي بتبقى بتاخد سوا شويه. النهارده انا جايبه فرختين بلدي مش بياخدوا سوا، وهوريكي طريقتي في تنظيفهم، وهوريكي ازاي تشيلي منهم الزفاره وكمان تخلي ريحتهم حلوه معاكي وانت بتطبخيها، وهوريكي بكل سهوله ازاي تنضفيهم، وازاي كمان نعمل لهم خلطه سحريه جميله تشيل منك الزفاره، وكمان هتخلي ريحتهم تحفه وانت بتسويهم هتشمي روايح تحفه. عندي النهارده فرختين بلدي متوسطين، انا كده معايا حطيتهم كده في الحوض معايا. هنغسلهم الاول، هنغسل الطبق معايا ده. قبل ما نغسلهم هنغسل الطبق الحلو ده، وهنحط مكونات تخلي فراخك ريحتها جميله قوي، وكمان روايح هتبقى حلوه قوي وهي بتستوي. هنحط معانا شويه من الدقيق، حوالي نص كوبايه من الدقيق، الدقيق العادي بتاعنا بتاع كل الاستخدامات اللي انت بتشتريه اللي احنا بنعمل منه الخبز عادي. ومعانا هنا شوية كمان من الملح، حوالي معلقة دي صغيرة، حطيت 4 5 معالق من الملح زي ما انت شايفة كده. ومعانا طبعا اساسي الليمون، هنحط كده ليمونتين كبار معانا في الخلطة الجميلة السحرية دي، علشان مش ده بس اللي هيشيل الزفارة، لا طبعا مش ده بس. البنت الأمورة الحلوة اللي سألتني نفسي في مكونات ما تخليش الفراخ زفرة معايا وكمان تبقى ريحتها حلو. المكون النهاردة مع الليمون إضافي لليمون القوطة. القوطة هتشيل الزفارة، القوطة هي اللي بتشيل الزفارة من الفراخ. هتجيبي قطيتين يكونوا طراي معاكي كده ولا 3، هتحطيهم وتغسلي بيهم كويس الفراخ كويس جدا جدا. الوقت احنا حطينا في المكونات الحلوة اللي معانا دي، حطينا دقيق، حطينا ليمون، وحطينا كمان 3 4 معالق من الملح العادي، وقطيتين 3 يكونوا طراي عندك في الدرج تطلعيهم وتهرسيهم في شوية من الدقيق، بتبقى خلطة تقيلة شوية كده. هتسيبيها تقيلة شوية كده، هتتفرج معانا. يلا اتفرجي معايا شوفي هننضف الفراخ الحلوة بتاعتنا ازاي. زي ما انتي شايفة كده، انا عندي طبعا انا جايباهم متوسطين مش كبار، لو عايزة تحشيهم هتحشيهم، مش عايزة تحشيهم هنسلقهم عادي. وهوريكي انا ما بسلقش الفراخ، انا بشوحها في اللي متابعني هيلاقيني عملت طريقة فراخ قبل كده على القناة. انا بشوح الفراخ بتاعتي. هنا انا لقيت كده الجناح ده مقطوع الطرف بتاعه كده، اصلا هو اللي بتجيبي من عند بتاع الفراخ الطرف بتاع الجناح مقطوع كده. انا دلوقتي لو هتحشيهم ما تشيليش الرقبه اللي انا راح اشيلها دي، تسيبيها وتنضفيها بالراحه من جوه زي ما انتي شايفه، وزي ما انا بعمل كده. بس انا طبعا مش هحشيهم، انا هشوحهم وهعملهم اسويهم عادي مع خضار عادي. كده هنقطع الحتة الرقبة اللي فوق دي كده زي ما انت شايفة كده. وكمان انا هنضف كويس لو فيها ريشة بواقي ريش، لو في اي حاجة طبعا بتاع الفراخ بينضف لنا بالمية العادية اللي مركونة جنبه وبيحط فيها ويشيل. طبعا احنا بنيجي البيت بنعيد عليها بطريقة حلوة وبننضف كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. كده يا حبايبي انا هشيل اي حاجة فيها بتعملها بظهر السكينة. ايوه انا بعملها بظهر السكينة كده. هاتي السكينة وهاتي عكس الريش وخدي على قدام كده وانتي طالعة زي ما انا بعمل كده. هتلاقي لو في ريشة صغننة او في سلاية صغننة كده في الفرخة بتطلع بكل سهولة معاكي، وانتي بتاخديها عكس كده الريش كده بالسكينة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده انا خدتها كده بعكس. في طبعا بواقي ريش صغنن كده انا بنقيه بايدي. وطبعا كل ده تحت المية الجارية، انت هتشتغلي تحت المية الجارية زي ما انت شايفة كده، عشان وانت شغالة في نفس الوقت المية الجارية دي بتنزلك اي حاجة جوه الفراخ وبتكرر تنظيف المية جواها، لان زي ما قلت لكم بتبقى ايد بتاع الفراخ او الفرارجي اللي احنا بنجيب منه حاطين براميل جنبهم كده فبيشيلوا ويحطوا ده مكان ده. فانت بتيجي البيت بننضف بطريقة حلوة وبنغسل وبنعيد عليها حلوة قوي. طبعا انا الجناح من تحت من هنا كده لقيت فيه برضو بواقي ريش، فانا بشيلها. بتبتدي من بره الفرخة من بره الاول، وبعد كده بنخش على جوه الفرخة بننضفها كويس جدا، واي زيادات فيها بنشيلها.
كده زي ما بوريكي كده. انا خلاص دخلت جوه اهو. هنا من جوه من ورا هنا الحته دي اللي بتبقى عامله زفاره الفراخ، الحته اللي في اخر الفرخه دي، مش دي اسمها ايه؟ في ناس كتير بتسميها ايه اسامي كده، اللي هي بتبقى مع عنقود البيض، لان الفرخه لما بتيجي البيض بتبقى دي في العنقود من جوه كده. والحته اللي ورا الفرخه في مؤخره الفرخه دي بتبقى مبططه عامله زي البيضه الصغننه كده. دي بلاش، دي بتبقى كميه الزفاره فيها. وكمان في ناس بتقولك الكبده اللي في اخر الفرخه دي انا بوريها لكم اهي، لا دي مش كبده، ده الطحال بتاع الفراخ، التجمع الدموي اللي بيبقى جوه الفرخه. دي مش كبده يا حبايبي، في ناس بتسيبها وبتاكلها لاولادها، بس بتبقى شفتوا زي ما بيكون عندنا حاجه اسمها الطحال في اللحمه، او لا مؤاخذه في المواشي اللي بتتذبح، دي طحال الفرخه. طحال الفرخه بيبقى حته صغننه كده، انما ده التجمع الدموي بتاع الفرخه اللي بيتجمع فيه كل السموم. انا بشيلها وبنضفها وبغسلها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. كده يا حبايبي انا بوريكم اهو الفراخ بتاعتي. معلش معذره كنت بجيب حاجه اهو. انا بوريكم كده، انا لسه بكمل في غسل الفراخ، بس انا سبتها في الميه وكنت بجيب حاجه كده. خلاص انا بجيب بقى، بصي بين الورك وبين الجلد كده هتلاقي فيه مزلقه كده او حاجه عامله قوي طريه قوي كده، اسمها المزلقه دي، برضو بتبقى زفاره وبتعمل زفاره. انت مدي ايدك بين الورك وبين الجلد وبتجيبيها بصوابعك وبتطلعيها، بتبقى مزلقه بيضه كده، دي برضو بتعمل زفاره بين الجلد وبين اللحم للفرخ. في حاجات كده كام نقطه كده في الفراخ خدي بالك منهم يا حبيبتي وانتي بتعمليها او انت بتنضفيها. المزلقه اللي بين الوراك وبتبقى بين الصدر والورك دي برضو بتعمل زفاره في الفرخه، لو ما اتشالتش بتلاقيه الجلد بتاعك لا مؤاخذه مزلق كده، او مزليطه او ممزلقه زي ما اي حد بيقول. فالمزلقه بتاعت الفرخه اللي بين الجلد واللحم دي لا تشيليها برضو. هنا برضو باخد عكس بالسكينه عكس الريش زي ما انتوا شايفين كده اهو. انا بنضفها كويس جدا زي ما انت شايفه كده اهو، وباخد على طول الفرخة. انا كده معلش الحتة قطعت في التصوير في الحتة دي. هنا هنيجي من عند الرقبة من هنا كده، وهشيل الحاجات اللي بتبقى عند الرقبة، خيوط صغننة كده برضو، حتت من باقي الحصالة بتاع الفرخة اللي بيبقى فيها الاكل اللي هو بيجي بينضفها لك. طبعا ما بيعرفش، ما بيشيلهاش كلها، مش هينضفها لك على الحلة بتاع الفراخ، حتى لو هو نضفها لك على الحله زي ما انت بتقولي. فانت هتيجي في البيت برضو وهتعيدي غسيل وهتعيدي تنظيف وهتخليها زي الفل. الحتت اللي هي بتبقى هنا في الفرخه دي كده تشيليها. ايوه شفتوا اللي انا بشيله ده كله؟ هو ده انا بشيله. بص ده مش جلد او حاجه، الجلده فوق اهي. وكمان الفراخ ديت عشان هي بلدي شمرت بتبقى الجلده بتاعتها رقيقه زي ما انت شايفه كده. وكمان انا بفتح الرقبة بالسكينة، بيبقى فيه خيوط رفيعة جدا كده في الرقبة، خيط رفيع كده دموي بيبقى فيه برضو دم، ده بيتجمع بيه برضو اي دم في الفرخة بيتجمع فيه الزفرة. هتشيلي برضو، هتفتح الرقبة زي ما انا فتحتها كده وهتغسليها كويس جدا. هنا برضو في جدور صغننة كده ما بتطلعش بايدك، او ما بتطلعش مش هتعرفي تشديها زي ما انت شايفة كده. انا هعملها برضو بالسكينة واحدة واحدة معانا كده ان شاء الله. البنات اللي طلبت مني حاجة اعملها عشان الزفارة، طبعا الامهات كلهم شاطرين وبيعرفوا ينظفوا، بس في بنات لسه متجوزة جديد بتسألني مثلا، بتبعتلي تقولي عايزة حاجة تشيل الزفارة من الفرخة وعشان تبقى ريحتها حلوة لما اجي اسويها كده. خلاص زي ما انت عايزه كده، زي ما قلت لك الفرخه لو هتحشيها ما تشيليش الرقبه اللي انا عملت شلتها دي، وتنضفيها حلوه قوي وتشيلي منها الحصله بتاعه الفرخه والجلد الزياده والخيوط الزياده جواها. طريقه حشوها سهله جدا، طبعا هتلاقوا عندي على القناه طريقه حشو الفراخ سهله كمان وبسيطه وما بتاخدش منك اي وقت كده زي ما انا قلت لك. طبعا خلاص كده انا نضفتها كويس من بره، وكمان شلت الزيادات من جوه. بلاش الكبده اللي احنا بنسيبها ونأكلها لولادنا ونقول عليها دي كبده خليها الولاد ياكلوها، لا ده تجمع دموي بيلم كل السموم اللي بتبقى جوه الفرخه. يعني برضو شيليها وخلاص، انت كده كده عندك الكبده والقنصه بتاعت الفرخه اكليها للولاد. هنخش طبعا تاني زي ما انتوا شايفين كده اهو بين الجلد وبين اللحم بطريقة سهلة وبسيطة، مش هتاخد منك وقت خالص. بلاش تتكلي على تنظيف الفرارجي لانها ما بتبقاش متنضفة حلو.
برضو بظهر السكينه، جربي بظهر السكينه، خدي على عكس الريش او في اتجاه الريش كده او كده بيطلع معاكي، بس الجذور الصغننه خديها على عكس الريش هتطلع معاكي. اشطفي كل ده. انا ما قفلتش الميه لان انا شغاله تحت الميه، عشان الميه بتجدد الميه اللي كانت فيها الفرخه. كده اهو بصوا قلبها من جوه نضيف ازاي وبقى زي الفل. كده خلاص انا خلصت اول واحده معايا اهي. اهي لقيت فيه جدر برضو كده، جدور صغننه كده. الفرخه اللي بتبقى ريشها لونه اسود بتلاقي فيها جدور صغننه كده بتبقى سودة. الفرخه اللي بتبقى فيروزي كده او ريشتها حمرا على فيروزي كده بتبقى حلوه، ما بتبقاش في جسمها اي حاجه. كده برضو بننضف الكبدة والقنصة بتاعتنا وبنشطفها تحت الحنفية. اي خيوط من الدم او اي خيوط بالقلب برضو بنضفه. اهو بشيل الحتة بتاعته اللي تحت دي، وبايدك بتفتحيه كده اتنين، ما تسيبوهوش مقفول لان القلب من جوه بيبقى فيه تجمع دموي برضو. كده خلاص انا نضفتها، وكمان القنصة مفتوحة معايا. بصوا الحتة دي ده الطحال بتاع الفرخ. في ناس بتاكله وناس بتحبه، بس انا ما بحبوش وكمان ما بعملوش وما بسويهوش، وولادي ما بيرضوش ياكلوه. يعني كان في ناس تقول لك لا ده الطحال بتاع الفرخه مثلا، اغسليه واطبخيه. لا انا ما بحبوش. هنا طبعا القنصه مفتوحه، ففيها بواقي جلد من الاصفر كده، احنا بنغسلها كويس جدا وبعد عليها مره واتنين تحت الميه الجاريه. طول ما ايدك في الفرخه خلي الميه مفتوحه معاكي عشان تجدد لك الشطف بتاع الفراخ والميه تبقى نظيفه معاكي. كده نضفنا الكبده برضو اي خيوط فيها سودا. الكبده دي عباره عن تجمعات دمويه، انا بشيل الخيوط اللي بتبقى عامله دم كده جواها. برضو هنا القلب نضفته بطريقه حلوه زي ما احنا شايفين كده. دي الفراخ البلدي، طريقه تنظيف الفراخ البلدي. البيضه بقى احنا بنبقى نقطعها 4 وبننضفها ان شاء الله في مره هوريها لكم برضو. كده خلاص انا بشيل الجلده دي. طبعا الجلده دي عندي ولادي ما بياكلوش جلد الفراخ، فانا بشيلها. لو لقيت فيها الدهنه اللي هي المسفره بتاع الفرخه البلدي، انا بشيل الجلده وبشطفها مره واتنين. الدهنه نفسها بشيلها وبشطفها زي دي كده، بشطفها مره واتنين، وبعد كده بحطها مع الشوربه عشان تعمل شوربه. كده خلاص برضو الرقبه بننضفها زي ما احنا شايفين اهو. واي خيوط او اي مزلقه فيها لازم تشيليها. برضو بنفتح الرقبة زي ما انت شايفة كده، في خيط رفيع كده بيبقى فيها دم، فبيخلي معاكي فيها زفارة برضو، فانا بشيلها مكان ما بنذبح الفرخة كده. بص الخيط الرفيع اللي هو المحمر ده انا بشيله. واغسلي بقى حلو، واغسلي مرة واتنين وتلاتة، وكل ده انت جنبك الخليط اللي احنا عملناه. طبعا هقول لكم الخليط التقل اللي عملناه ايه تاني. احنا جبنا دقيق حوالي كوبايه من الدقيق، وجبنا حوالي 4 أو 5 معالق من الملح، وعصير ليمون، وكمان حطينا قطايه او 2 يكونوا طريين عندك في الدرج، بتفعصيهم كويس جدا وبتدعكيهم في كل المكونات دي. تحط عليهم كميه ميه بسيطه، بتبقى عجينه تقيله شويه. كده هتشيل الزفارة معاكي وهتبقى حلوة قوي. جربي الطريقة دي هتلاقي ريحة الفرخة حلوة قوي معاكي، وهتلاقيها مفيش فيها اي زفارة. كده زي ما عملت الاولانية برضو هعمل التانية. انا ببدأ من بره جسم الفرخة، من بره اي حاجة في الاول انا بشيلها، او ريش او اي حاجة، لازم انضف جسم الفرخة من بره كويس جدا. يلا جربي البنوتة الحلوة اللي سألتني عايزة يا مشروق منك تنظيف الفرخة او طريقة تنظيف الفرخة بكل سهولة، وكمان مكون يشيل منها الزفارة. جربي الطريقة دي يا حبيبتي وان شاء الله هتعجبك. واي حد محتاج مني اي حاجة يكتب لي في الكومنتات، وان شاء الله هقولها لك او هعملها لك عملي. واي حاجة ما بيقف قدامه اي حاجة طبعا من بناتنا الحلوين يسألني، وان شاء الله اجاوبك واكون قادرة افيدك وتستفيدي مني لو حتى بتكة صغننة. زي ما قلت لكم قلبي من تحت كده من مؤخرة الفرخة دي. الحتة دي اساس الزفارة في الفرخة. اوعي يا بنوتة تنسيها، اوعي اوعي تنسي الحتة دي، هترمي الفرخة كاملة. ومعلش اسعار الفراخ غالية جدا، يعني الفراخ البلدي النهاردة ب70 جنيه كيلو. يعني حرام لما نجيب فرخة وتنسي فيها حاجة زي كده ونطبخها في ظل الاسعار وفي ظل الظروف الصعبة اللي احنا فيها اليومين دول. فاحنا يعني لو جبنا فرخة او جبنا فرختين يبقى كويس اوي، الحمد لله رب العالمين. طبعا انت بتجيبي فرخة بتجيبي 2 وبتطبخي حسب لو انت 4 افراد هتطبخي واحدة. يعني لو انت ازيد بتضطري تجيبي فرختين، او لو عندك حد جايلك عندك ضيف او 2 مع عدد اسرتك فبتضطري تجيبي الفرختين.
فنصيحة مني اعملي، يعني مش عيب لما نتعلم او نسأل، لا دي حاجة مش عيب. يعني البنوتة اللي طلبت مني وقالت لي حاجة لزفرة الفراخ او حاجة تخلي الفراخ معايا ريحتها حلوة، مش عيب. انا لحد دلوقتي لو مش عارفة حاجة بسأل، مش عيب ان احنا نسأل. واحنا كلنا طبعا بنستفيد من بعض في اي حاجة يا حبايبي. يلا لو اول مرة حد يخش عندي يتفعل الجرس ويشارك الفيديو، عشان البنات الحلوين الامامير اللي لسه متجوزين لسه يدوب بيسموا الله في حياتهم، ربنا يوفق البنات كلها يا رب. زي ما قلت لكم انا بصي بنضف التانية نفس طريقة الفرخة الاولانية. برضو بلاش تقولي اللي تحت دي كبدة، يعني بصراحة انا ما بحبش الكبدة دي، هي مش كبدة، هي تجمعات دموية كده في اخر الفرخة. خلي جوه الفرخة نضيف جدا، ما تسيبيش فيه اي حاجة غير الهيكل بتاع الفرخة. انت عندنا كبدة وعندنا قنصة وعندنا الاجنحة، بصوا نضفتها حلو ازاي، خليتها فلة شمعة منورة، وجسمها من بره برضو فلة فلة فلة. على فكرة دي طريقة سهلة قوي للفراخ. انا بنضفها كده على طول وبعمل لها الخلطة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. وعندك طبعا عشان الحوض بتاعك ما يسدش خلي كيس جنبك زي ما انا عاملة كده، واي حاجة تنزل منك في الحوض تشيليها على طول تحطها في الكيس وتربطيه وتشيليه لحد ما ترميه بره او ترميه في الزبالة. كده خلاص انا برضو خلصتهم زي ما انت شايفة كده، والرقبة برضو بفتحها وبنضفها كويس جدا. كده طبعا خلاص خلصنا. بصوا بنقي اي حاجة وقعت مني في الحوض، وكمان خلصت الفرختين بتوعي ونضفتهم. بصوا بقى الخلطة السحرية الحلوة دي خدي منها وادعكي بقى، دعكي جوه وبره وبين اللحم وبين الجلد، ودعكي دعك دعك تنظيف حلو. ما تحطيش خل، لا طبعا ما تحطيش خل، انا بحط الخل لما اجي بعد ما يتنقعوا فترة طويلة، وساعات ببيتهم في النقع ده من بالليل للصبح، بيصفي كل الدم اللي فيها وبتبقى حلوة ونضيفة وريحتها ملهاش حل. ما تنقعيش الفراخ في خل وما تنقعيش الاسماك في خل، لان الخل مادة حمضية فبتضر معاكي اللحم وبتبقى مش حلو، بتضر الأنسجة وبتضر اللحمة معاكي فبتتهري منك. انت دعاكي بقى بالليمون وبالقوطة وبالدقيق وبالملح، الملح برضو بيشيل الزفارة. ادعاكي بقى من بره وجوه بالخلطة الجميلة اللي انا عملتها دي. وخلاص كده الفرخة بتاعتنا نضيفة، وكمان هتشمي ايديكي دلوقتي وانت بتغسلي زي ما انا بغسل كده، هتلاقي ريحتها تحفة وريحتهم جميلة جدا. القطاية بتشيل الزفارة، كمان الليمون بيشيل الزفارة، والدقيق بتاعنا والملح دولت الحاجات اللي بتشيل الزفارة. اوعي حد يقولك كتري خل هيخلي لك الفرخة مش زفرة، لا طبعا ما تسمعيش كلامه، اللي خل حمضي وبيهري معانا اللحم. كده خلاص انا دعكتهم حلو بالعجينة التقيلة اللي انا عملتها. هحط بقى ازود عليهم المية وسيبيهم يتنقعوا فترة. انا بعملهم كده لو عندك مثلا عارفة ان انت هتطبخي بكرة، انا بعملهم من بالليل وبسيبهم في النقعة دي لتاني يوم الصبح. استعجلة وعايزة تطبخيها في نفس اليوم، انقعيها ساعة او ساعة ونص قبل ما تبتدي في عمايل الاكل، برضو هتلاقيها ريحتها تحفة. بعد كده هتنقعيهم في الخلطة الجميلة الحلوة اللي انا وريتها لك دي، وان شاء الله هتعجبك. والخلطة دي سحرية وجميلة، اعمليها، انا بعتمدها في كل تنظيف الطيور بتاعتي. بصوا حبايبي كده خلصتهم وخلاص نقعتهم، واي حاجة فيهم بتشيليها بايدك على طول. يا رب حبيبتي تكوني استفدتي مني ومن تنظيف الفراخ النهاردة ومن الفيديو بتاعي الجميل ده. بصوا ميتهم نظيفة ازاي، وهم كمان جسمهم ابيض وفاتح وحلو، عشان انت قررت المية ونضفت المية اللي الفرارجي غسيلهم فيها، فبتبقى مش نظيفة ومش حلو. يا رب النهاردة يكون طريقة الفراخ وتنظيفها سهلة عليكي وكمان بسيطة. جربي الطريقة دي حبايبي، وان شاء الله اي بنوتة لسه متجوزة جديد عايزة مني اي حاجة تبعتلي وانا تحت امرها. بكده يا حبايبي يكون نقعنا الفراخ الحلوة دي معانا وخلصناهم زي ما انتوا شايفين كده، وغسلناهم بطريقة حلوة. وكده خلصنا طريقة تنظيف الفراخ الحلوة معانا، وكمان حطينا عليها شريحتين من الليمون يخلي ريحتها حلوة، وكمان عصرت عليها ليمونة كمان وقطاية كمان من على الوش كده عشان انا هنقعهم في النقع ده. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي. ويا رب اكون افدتك يا حبيبتي، واي حد محتاج اي حاجة يكتب لي، ودعوة حلوة منكم في الكومنتات بصلاح الحال
ليا وليكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي النهاردة. وشكرا على تعليقاتكم الجميلة، واي حد محتاج مني حاجة يبعت لي وانا تحت امره. ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.